خلاص خلصت الجوله 32 ومفيش وقت تماما ان احنا نصيح، لا ده يا دوب نلحق نحضر للجوله 33. هننسى بقى اللي عمله فينا خيسوس واللي عمله ماديسون واللي عمله واتكنز واللي عمله دفاع استون فيلا ومين ومين ومين، ننسى بقى الكلام ده كله. تعالوا بقى النهارده نشوف نتكلم على اهم نصائح الجوله 33 ونكابتن مين ومين اللعيبه اللي محتاجين نجيبها في الجوله 33. قبل ما نبدا حلقتنا استاذنك سريعا تنزل تحط اللايك بتاعك، اشترك معانا في القناه اول ما تتفرج علينا، ما تنساش تفعل جرس تنبيهاتك وتابعنا على فيسبوك وعلى انستجرام وعلى تيك توك. ويلا نبدا حلقتنا سريعا كده. تعالى موريك ان الاثنين فري هيت اللي عملناهم لك الاسبوع اللي فات، واحده منهم جابت 66 والثانيه جابت 76، وطبعا اللي فرق دي عن دي كان ايزاك، هو اللي فرق جدا. بالنسبه للتوقعات مفيش الا شخص واحد هو اللي توقع 2 من 4 صح، وهو علي حسن. مبروك يا علي، هو اللي توقع جونيستون في حراسه المرمى وتوقع ساكا من خط الوسط. انزل انت دلوقتي بسرعه حط التوقعات بتاعتك، توقع مين اكتر لاعب هيجيب نقط في حراسه المرمى وفي الدفاع وفي خط الوسط وفي الهجوم. ده بالنسبه للتوقعات. طبعا الفانتزي كعادته بقى ما بيجيش عيد الا وبيروح معيد علينا هو كمان، جاب طلع لنا 2 دبل حلوين، واحد في 36 وواحد في 37. كان متوقع ان يبقى برايتون منهم، بس شفنا كمان الدبل بتاع ال 37 كان حلو. فتعالى كده بقى لما نبص على شكل الجدول بعد الدبلات اخبارها ايه كده، نقدر نبص ونشوف هنجيب مين الفتره اللي جايه. طبعا زمانك بتسال دلوقتي طب اليونايتد بعد ما تاهل والسيتي نهائي الكاس، لا نهائي الكاس هيتلعب بعد نهايه الدوري، هيتلعب 2/6، فمش هيشغلنا ولا هيجي له اي بلانك ولا دبل. بالنسبه للدوري خلاص ده هيكون شكل الدوري النهائي لنهايه الموسم. زي ما انت شايف برايتون عنده 3 دبلات فيها شويه دبلين صعبين، بس ماتشاته بره الدبل حلوه، فممكن تفكر في 2 لعيبه، ميتوما وواحد تاني، حابب استوبينان، حابب سولي مارش، سانشيز رجع تاني موجود هو اللي بيلعب اساسي مكان ستيل. انا من نفسي برشح، لو برشح من برايتون هرشح ان هو ممكن يبقى استوبينان وميتوما، مش هرشح 2 دبل، لان نص الملعب بقى عندنا في لعيبه كتيره جدا عندها دبلات الفتره اللي جايه. ودلوقتي بقى اما اجي اقول لك ان اليونايتد والسيتي كل واحد فيهم عنده دبلين، وطبعا عندهم حافز كبير جدا للمنافسه على الشامبيونز ليج، واحد اوريدي بينافس على الدوري وبالاغلب هياخده كمان، فطبعا ده برده بيفسر لك انا ليه بقول لك من برايتون هو لعيب واحد في خط الوسط. اليونايتد هيبقى عندنا ممكن تاخد راشفورد، السيتي هناخد منه بقى جريليتش ولا دي بروين مع هالاند، ممكن إيدرسون في ورا، فهنشيل شويه لعيبه برده من نص الملعب. ده بالنسبه لليونايتد والسيتي. هندخل بعد كده على ليفربول ونيوكاسل، كل واحد فيهم عنده دبل في الاسبوع ال 34. برده ليفربول على سيره لعيبه نص الملعب، اكيد صلاح هيكون معانا الفتره اللي جايه بفورمته الحاليه، ممكن ناخد معاه ارنولد، ممكن نبص على يوتا كمان. نيوكاسل برده فورمه، وشفنا السته اللي شايلوهم لتوتنهام الاسبوع اللي فات. فالفكره بتاعت ان انت تجيب 2 من برايتون الفتره اللي جايه هتبقى صعبه، لان انت هتضطر ان انت تضحي بلعيب تقيل عنده دبلات. اما بقى بالنسبه لتشيلسي وستهام وفولهام عندهم دبل واحد، الدبل صعب، بره الدبلات ماتشاتهم صعبه ومفيش حوافز باستثناء وستهام اللي بينافس على ان هو يبعد عن الهبوط. شفناه الاسبوع اللي فات بيكسب بورنموث 4-0 وبيقدر ان هو يطلع بكلين شيت. نيجي بقى نخش على الفرق اللي ماتشاتها حلوه ومستوياتها حلوه بس ما عندهمش دبل، وانا هبدا لك مع فرقه زي كريستال بالاس. كريستال بالاس عندها في ماتشاتها اللي جايه حلوه، وارد جدا وديفرنشال ان انت تفكر في الدفاع بتاعهم، وليكن جونيستون في حراسه المرمى او جويهي او ميتشل واحد منهم في الدفاع. وانا هنا بكلمك ليه عن الدفاع في الديفرنشال، لان كل الدفاعات حاليا سيئه، مفيش دفاع بيقدر يطلع لك بكلين شيت. شفنا نيوكاسل بيشيل توتنهام 6 وبياكل برده وبيضيع منه الكلين شيت، ففكره الكلين شيت ما بقاش مضمون. فانا بكلمك على لعيب ماتشاته حلوه والفرقه ماسكه نفسها دفاعيا وسعره رخيص، يظبط لك لعيبه نص الملعب الفتره اللي جايه عندك. ده بالنسبه لكريستال بالاس في الدفاع. في الهجوم لو هنتكلم على اوليزي او على ايزي فاعتقد ما بقتش فارقه كتير، وبرده لما هاجي اقارن لك اوليزي بايزي وما عندهمش دبلات بالفرق اللي قلت لك عليهم من يونايتد والسيتي وبرايتون وليفربول وعندهم دبلات، لا اعتقد ان لعيبه نص الملعب هتبقى الاولويه للعيبه بتاعت الفرق اللي عندها دبلات. ده بالنسبه لكريستال بالاس. اما نيجي ندخل بعد كده مثلا على فرقه زي استون فيلا، اعتقد فتره مينجز معانا اعتقد انها انتهت، ماتشاتهم اللي جايه صعبه مش هتبقى سهله ان هم يطلعوا فيها بكلين شيت. وانا بشوف كده ان الفرق اللي بتفضل فتره كبيره عالي الكيرف بتاعها بيجي عليها وقت وبينزل. هم اثبتوا نفسهم، قعدوا في نص الجدول مرتاحين تمام وامورهم تمام، ده كمان احتمال ينافسوا على مقعد في الدوري الاوروبي. فانا بشوف ان هو واتكنز وعشان نسبه ملكيته وكفى من استون فيلا. نيجي بقى على ارسنال متصدر الدوري حتى وقتنا الحالي من بعد صليبه ما اتصاب، اعتقد ان كلين شيت ارسنال في مهب الريح، مفيش حد من ارسنال في الدفاع تماما بيعمل لك حاجه اللهم الا بن وايت، مساهماته الهجوميه مش اي حاجه دفاعيه. فانا بكلمك على ارسنال في ناحيه الدفاع، انسى لعيبه ارسنال في الدفاع. الفتره اللي جايه بقى هكلمك على الهجوم بتاع ارسنال، اعتقد 2 و3 من ارسنال قدام الفتره اللي جايه مش هتبقى احسن حاجه. وانا برشح لك لو هرشح لك واحد بس هرشح لك مارتينيلي بسبب فورمته العاليه، ولو هقارنه بينه وبين ساكا اعتقد هروح مع مارتينيلي عشان السعر. بالنسبه للناس اللي عندها وايلد كارد وبنش بوست، لو دول انتوا عددكم، انا عارف ان عددكم قليل جدا، بس اللي عنده الخاصيتين دول فانسب وقت ليك تستخدم الوايلد كارد في الاسبوع ال 33 عشان تفعل البنش بوست في ال 34، او لو حابب تفعل كمان التريبل كابتن. اما اللي ما عندوش وايلد كارد وخاصيه ثانيه فاعتقد ان الوايلد كارد احسن ميعاد ليه هيكون الجوله ال 34 وهننزل لكم فيه ان شاء الله بوايلد كارد. ده جدول ماتشات الاسبوع ال 33. اعتقد ما بقاش فيه خلاص رفاهيه للوقت، خلاص الاسبوع هيبدا يوم الثلاث هيخلص يوم الخميس، ال 34 هيبدا يوم السبت على طول، فما فيش وقت ان انت تلحق تجهز فرقتك، يا دوب تلحق تعمل
تغييرتك على طول عشان ما تنساش. الماتشات زي ما انت شايف فانتازيا ما اعتقدش انها احسن حاجه، بس للفرجه عندنا ماتش ارسنال والسيتي وعندنا ماتش اليونايتد وتوتنهام، اعتقد هم دول احسن ماتشين، باقي الماتشات كلها تقريبا متكافئه. تعالى كده اقول لك شويه نصايح سريعه للاسبوع ال 33. اخر ماتشين في الدوري يوتا قادر ان هو يجيب 4 تجوان وعامل اسيست، يعني 5 مساهمات هجوميه في ماتشين، رقم وريكورد حلو قوي. هو حاليا متصنف مع كلوب ان هو بيلعب على الجناح الشمال، طبعا في الفانتازي هو محطوط راس حربه، فاعتقد بما ان قلت لك راس حربه الفتره اللي فاتت كنت بقول لك ممكن نفكر جدا ان احنا نخلص من كين، انا هنا باكد لك الفكره دي، ان انت رايي ان انت تخلص من كين خلاص وتروح على يوتا، خصوصا ان كين ما عندوش دبلات، ما عندوش ماتشات حلوه، هم الفرقه واقعه على عكس ليفربول، الفرقه ابتدت تفوق بقت تجيب اجوان وكمان عندهم دبل، فاعتقد ان يوتا خيار كويس جدا تفكر فيه. وطبعا لما تمشي كين وتجيب يوتا فرق الفلوس ده ممكن نظبط بيه نص الملعب. وعلى سيره نص الملعب تعالى كده اما اقول لك انا ليه عايز اوفر الفلوس لنص الملعب، لان انا دلوقتي عندي التقالين بتوع نص الملعب ان كان صلاح ولا دي بروين عاملين شغل حلو الفتره اللي فاتت. صلاح اخر 5 ماتشات جايب 33 نقطه من 5 تجوان، ودي بروين من اخر 5 ماتشات جايب 34 نقطه من 4 اسيستات ومن جون. صلاح عنده دبل واحد، دي بروين عنده دبلين. انا لو هتسالني برجح مين فيهم، برجح طبعا صلاح، لان صلاح ثابت في الملعب ما بيتبدلش، هو خطر اكتر عن الجون في التهديف اكتر من الاسيستات، وشايفين الارقام. دي بروين عادي الفتره اللي فاتت دي فعلا هو مستواه ابتدى يعلى وبيعمل اسيستات، بس احنا مش عايزين اسيستات، احنا عايزين لو واحد بالقيمه السعريه دي لا يجيب لنا جوان احسن. وعلى سيره السيتي خلاص فرقه بتنافس على الدوري من هنا لنهايه الموسم، عندها دبلين كمان، فلا طبعا من غير اي تفكير لازم تروح على هالاند، تروح على واحد من نص الملعب وليكن دي بروين. طبعا الناس كلها هتقول لك اكيد وجريليتش، انا بشوف بقى جريليتش دلوقتي بقى ريسك، لان انت عندك محرز رجع الماتش اللي فات في الكاس جاب هاتريك، فودن رجع بعد العمليه بتاعته بقى متاح وموجود، فخلاص هيبقى عندك شويه اللخبطه اللي بتحصل قدام من جوارديولا، وكمان في الشامبيونز ليج جاي، فاعتقد ان ممكن نفكر في الثالث يكون اديرسون في حراسه المرمى، لان مفيش اي حد في الدفاع عندهم مضمون، خصوصا كمان بعد اصابه اكي. اما بالنسبه للابن العاق وبقوه ماديسون فخلاص كنا كلنا سايبينه ومتاملين فيه للاسبوع ال 32، الحمد لله انا خلصت منه قبل الاسبوع ال 32، فلو ماديسون عندك تخلص منه تماما وتروح جايب مكانه مثلا راشفورد لو كنت مشيت راشفورد. وعلى سيره اليونايتد بقى فخلاص بما اني بقول لك من اليونايتد راشفورد، فاعتقد هو راشفورد وكفى، لان انت هتيجي تبص على الدفاع مثلا على لوك شو او دي خيا، شفنا طبعا الثلاثه بتوع اشبيليه، شفنا الماتش بتاع برايتون مش قادرين برضو، لان لوك شو هو اللي بيلعب مدافع، لان طبعا خلاص منظومه دفاعيه فيها ليندلوف وفيها ماجواير، فدي مصيبه هزليه. اما بالنسبه بقى لليفربول فاعتقد ان صلاح ويوتا دول كافيين جدا بالنسبه لك من ليفربول. عايز تغامر بقى ومعاك فلوس كتير ممكن تروح على ارنولد، بس انت بتروح على ارنولد مش عشان الكلين، انت بتروح لارنولد عشان المساهمات الهجوميه. اما بالنسبه لنيوكاسل فطبعا بيفضل تريبير اوبشن لا غنى عنه بسبب نسبه الملكيه العاليه جدا، وطبعا معاه ايزاك. هتقول لي نص الملعب مين، هقول لك صعب، انت عندك ميرفي بيتالق ساعات، جوالينتون ساعات، الميرون رجع ونزل الماتش اللي فات وعمل اسيست، ممكن نلاقي يعني لا نص الملعب بتاع نيوكاسل محير جدا، ومش هقيس على الماتش اللي فات واروح اجري اجيب جوالينتون، لا انا هكتفي بالاثنين المضمونين بالنسبه لي، ايزاك وتريبير اللي ثابت مستواهم بقالهم فتره كبيره. عايز تبقى ديفرنشال عن الناس وتلعب حته كده مش كل الناس هتعملها، ممكن تستغنى عن تريبير وتجيب مكانه شار، وده بسبب ان انا الفتره الاخيره شايف ان شار هو اللي بيزيد وبيقدر يعمل المساهمات الهجوميه على عكس تريبير اللي مريح الفتره اللي فاتت، وكمان بيقدر ان هو يطلع لك في بونص، فمش غلط لو عايز حته ريسك، ولما اقول لك ريسك يبقى انت لازم تتقبلها بالايجاب او بالسلب. نيجي بقى على فقره الكابتنه، نبدا بالكابتنه المضمونه. كابتنتنا المضمونه هيكونوا هم 2 لعيبه، هالاند وصلاح، هو واحد قدام ارسنال والتاني قدام وست هام. اما بالنسبه للكابتنه الريسكي فهيكون عندنا راشفورد قدام توتنهام، هيكون عندنا واتكنز قدام فولهام، وهيكون عندنا مارتينيلي قدام السيتي. اما بالنسبه لكابتنتنا المجنونه فاعتقد ان ايزاك قدام ايفرتون ويوتا قدام وست هام كابتنه حلوه جدا وممكن تطيرك فوق. وبكده بنكون خلصنا تحضيرات الاسبوع ال 33. اتمنى تكون عجبتك الحلقه واستفدت منها. عندك اي استفسار انزل تحت اكتب لي وارد عليك على طول. اشترك معانا في القناه اول مره تتفرج علينا، وما تنساش تدينا اللايك بتاعك اللي بيفرق جدا في نشر المحتوى بتاعنا. ما تنساش تفعل جرس تنبيهاتك لانه مهم جدا عشان الفتره اللي جايه الوقت مزنوق، فيدوب اول ما تنزل الحلقه تلحق تشوفها. ما تنساش تتابعنا على فيسبوك وعلى انستجرام وعلى تيك توك. كان معاكم اسلام سري من 1 2 بالعربي. سلام.